اهلا، ما تنساوناش تكليكيو على سبسكرايب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد منا. مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد البيتزا سائله من نوع خاص بالتقديم ديالي ان شاء الله، وغندخل عليها واحد التغييرات جميله جدا. نتمنى من الاخوان كامل تنال اعجابكم. تحياتي للمشاهدين والمشتركين معنا كاملين، وكنشكركم شكرا جزيلا على الرسائل وعلى التواصل معنا. شكرا مرة أخرى جزيلا. والآن تفضلوا معنا باش نعطيكم التفاصيل الكاملة لهذه البيتزا إن شاء الله. هنا عندنا فلفل، عندنا الفلفلة، واحد الفلفلة مقطعة دائرية، تكون مقصة صغيرة بهذا الشكل هذا، بهذا الشكل. زائد بصل يكون مقطع، كنزلوها في المقله ديالنا وكنضربوها بالنار. ضروري ما نعملو الزيت هنا، كما لاحظتوا هي كتقلى هنا في الزيت حتى تقلى مزيان وحتى تطيح ديال هذيك الرائحه ديال البصل وتحرك مزيان. وكنحكو الثوم بالاضافه لهذا البصل ونزيدو الثوم كما لاحظتوا بهذا الشكل، بهذه الحكاكه. اي واحد عنده حكاكه، شي 2 فصوص او 3 ماشي مشكل، على حسب الرغبة ديال الواحد، واش بغا التومة كثيرة ولا التومة قليلة. لكن هي التومة مزيانة صراحة. عندنا 3، وكنزيدو نحركو مزيان حتى كطيح هذيك البصلة مزيان، وحتى كتبدا تحمر لنا البصلة وديك الفلفلة كيتغير اللون ديالها بديك الحرارة اللي كتكون مهيلة، بالاضافه للزيت اللي هو في ديك المقله. كنحركو مزيان بهذا الشكل هذا. نتمنوا منكم تتبعوا معنا الفيديو حتى النهايه باش هكا تزغلكم هاد البيتزا اللي هي مره اخرى كنذكركم انها بيتزا سائله، ماشي بحال البيتزا العاديه. هذه بيتزا سائله كتنكل بواحد الشهيه طيبه. نتمنى تتبعوا معنا الفيديو كما غاديين ان شاء الله. ولا لاحظتوا هي الفلفله ديالنا ضاحت، مبقاتش في داك اللون ديالها، تبدل اللون ديالها لان خدات الحراره الكافيه. كنزيدو لهاد الفلفله الملح، وكنزيدو الحار والتحميره. شويه الخضار ضروري حتى كتحرك بحال هاد الشكل باش كتعطي هاد اللون. بهاد الشكل هذا حركو مزيان. بعد اضافه بطبيعه الحال الملح وديك التوابل، كنزلو هاد الفلفل في واحد الاناء، واحد الطبيسيل يكون صغير، واحد الطبسيل صغير جانبا. ندوزو ان شاء الله للطريقه الثانيه اللي هي الكفته ديالنا مع واحد قليل من القزبر يكون مقصص مزيان. حتى هي نفس العمليه، كنضربوها في المقله بواحد شويه زيت قليل، بالاضافه لواحد القبصه صغيره من الملح وقليل من الزيت. نحاولوا نخلطوا هذه الكفته مزيان دائما على نار هادئه. نتمناو دائما النار تكون هادئه قليله. شويه التحميره، شويه ديال الكمون يكون قليل، غير قريصه الكمون وشويه الابزار للتمثيل فقط، قليل. لان عندنا البصله وعندنا الفلفل وعندنا والثومه اللي طربناها من قبل. ها هي الكفته ديالنا كتوجد، هو اللون ديالها كيبدا يتبدل بهذه الطريقه هذه حتى كطيب ديك الكفته في الزيت كذلك. هي تبدل اللون ديالها، هي الكفته ديالنا طابت، غنزلوها في واحد طبسيل اخر، واحد الاناء اخر. الان وجدنا الفلفل ديالنا والبصله، ندوزو للطماطم. الطماطم كنحكوها مزيان اولا كنضربوها بالطراب وكنصفيوها ضروري.
كنزلوه على النار، كنضيفوا لها قليل من الملح، كذلك توابل قليلة، قليل من الملح، تحميرة، وقليل من الحار، ونخليوها السودانية بمعنى الكلمة الحار. كنضربوها على النار، كنحركو مزيان حتى كتكون واجدة، حتى كتختار لنا ديك المطيشة مزيان بهذا الشكل هذا. لاحظتوا هي كتبقى تعطي اللمعان ديالها، كتولي كتختار. كندوزو للدقيق باش نوجدوه في نفس الوقت. كنديرو 2 كيسان من الدقيق، 2 كيسان من الدقيق. خميرة العجينة ملعقة كبيرة، خميرة العجينة. الخميرة الكيميائية 3 المعالق صغار. ربع كاس من زيت العود، ربع كاس من زيت العود. الزعتر كنحاولو نحكوه بهذه الطريقة لأنه فيه نسمة جميلة، وهو صالح 100% بالنسبة للبيتزا. بهذه الطريقة كنحكوه بيدينا بطبيعة الحال ملي كيكون منقي. بالإضافة إلى الماء، واحد الكاس ونصف ديال الماء. الآن غادي نبداو نطربو داك الدقيق ديالنا مع المكونات، نحاولو نحركو مزيان. في الأول كنبداو نحركو بهدوء باش ما يصيرناش داك الطحين وديك المسائل اللي كتكون مازال ما تخلطتش، ولكن ملي كتبدا تخلط كنحاولو ندورو بيدينا مزيان ونحركو مزيان حتى هكا. كنجيو كنزلو المقله ديالنا، كل مقله خاصه كنزلو الدقيق الطحين ديالنا اللي كيكون مطرب بهذه الطريقه، وكنخليوها حتى كطيب. حتى كتبداو دائما النار تكون هادئه. لاحظتوا ها هي كتبدا تطيب شيئا فشيئا، كتعطي انها كتبان انها طابت. ملي كتطيب هاد البيتزا ديالنا كنزلو الطماطم بهذه الطريقه، كنحاولوا ننزلوا الطماطم، كنضربوا الطماطم على هاد الدقيق هكذا بهذه الطريقه على هاد العجين حتى كي نغطيو هذيك العجين ديالنا كامل. بطبيعة الحال وهي على النار، النار تكون هادئة. دائما كنضيفو الطماطم حتى يتغطى لنا داك العجين ديالنا، باش غنضيفو المكونات ديال البصلة ومطيشة والفلفل اللي هما بطبيعة الحال دايزين في النار، محركين على النار مزيان حتى كيكونوا. كنزيدو الكفتة ديالنا اللي موجودة من قبل، اللي كنا وجدناها قبل هكذا. نحاولو ندورو هاد الكفتة على العجين ديالنا كامل بهذا الشكل دائري. نتبعو العجين ديالنا حتى كنغطيوه كامل باش تجينا واحد البيتزا ممتازة. قطع من الزيتون الأسود يكون مقطع دائري، وبطبيعة الحال مع إزالة العظم، العظم مخصوص يكون هكا بهذا الشكل. لاحظتوا بدات كتعطي النظرة ديالها باش كتبان بيتزا، وهي هذه بيتزا سائلة وجميلة جدا. نتمنىكم تجربوها إن شاء الله. بالإضافة إلى الفرماج الأحمر كيكون محكوك، كنزيدو الفرماج المحكوك ديالنا على حساب الرغبة ديالنا، كندوروه هكذا حتى كتعطي منظر جميل جدا. لاحظتوا هو الفرماج ديالنا كلشي كيظهر بيتزا جميلة كتشهي. نتمنى من الإخوان كاملين يجربوها هكا. لاحظتوا هي وجدت البيتزا ديالنا السائلة. ونحاول نزيدو معكم الطريقة الثانية. لما لاحظتوا كنديرو العجين ديالنا، كنضيفو الطماطم حتى كنغطيو العجين ديالنا تماما. نضيفو نفس المكونات، الفلفل ديالنا والبصل اللي هما مشحرين على الزيت هكا حتى كنغطيو عاود مرة ثانية العجين. كنضيفو الكفتة
بهذا الشكل، بهذا الشكل دائرية مع العجين حتى كيتغطى كذلك. وفي الأخير نضيفو الزيتون هكا، يكون مقطع دائري. بعد إزالة العظم بطبيعة الحال كنضيفو الفرماج ديالنا اللي كيكون محكوك من طبيعة الحال. لاحظتوا مكديش الوقت كتير ومكديش مكونات كتيرة، وهي بيتزا سائلة سهلة. نتمنى من الإخوان اللي عجبكم الفيديو حاولوا تجربوها وتردوا علينا إن شاء الله.